أعلنت مصادر إعلامية بأن المدفعية التركية بدأت بالقصف على مواقع وحدات حماية الشعب اليبجي في مدينتي عفرين ومنطقة ديريك في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد قصفها لمنطقة مرعناز ومطار منغ في ريف حلب الشمالي. حسب ما أعلن النشطاء بأن المدفعية التركية بدأت بالقصف على وحدات حماية الشعب في منطقتي عفرين وديريك، بعد أن قامت القوات التركية بقصف أماكنها في ريف أعزاز وريف حلب الشمالي، في حين نفذ سرب الطائرات الحربية الروسية مجددا عشرات الضربات الجوية على المناطق في ريف حلب الشمالي، ومعلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية جراء القصف. حيث أكد الناشط الميداني رامان كنجو لبريس 23 بأن القوات التركية بدأت بقصف للمناطق المسيطرة عليها حديثا من قبل قوات حماية الشعب. وأضاف كنجو: القصف جاء بطلب من قادة الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة من الحكومة التركية بقصف لتلك المناطق. وكما أضاف الناشط رامان أن أحد قادة جبهة النصرة رفع برقية عاجلة إلى الحكومة التركية بقصف المنطقة أيضا، تمهيدا لتدخلهم وفتح الجبهات على وحدات الحماية الشعبية. ومن جهته أدان جيش الثوار أحد الفصائل المقاتلة في بيان له القصف التركي على مناطق ريف حلب الشمالي وديريك في محافظة الحسكة. وأكد البيان أن تركيا تدعم منظمات وجماعات تخدم مصالحها ولا يتناسب مع مصلحة ثورتنا بحسب البيان. يذكر أن مطار منغ العسكري قد تم تحريره من الجماعات الإسلامية من قبل قوات سوريا الديمقراطية، مما أثار ذلك خوف المسؤولين في أنقرة من التمدد الكردي في المنطقة.